طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ودائما بخير. التمنيات المستمرة بعافية البلد تتواصل. في الظهور ده إن شاء الله يعني في أكثر من تعليق على محور، ولو كأس العالم والبداية الحقيقية انطلاق الدورة 32 ومرور على أحداث هلالية مريخية، والبداية بالتنافس الداخلي على قرار بالمرور السريع والتعليق الموضوع الهلال، انه حسم موضوع الملعب الافتراضي اللي حيلعب فوقه افريقيا، وعلى ضوء حيخاطب الاتحاد الافريقي للاعتماد. وواضح جدا انه استراتيجيا وتخطيطيا الهلال يعني رأى انه يكون ملعبه الافتراضي رواندا، ورواندا يجرب الهلال خاض فيها دوري وخاض فيها عديد من المباريات في الأفريقية في المواسم السابقة، وخلق قاعدة جماهيرية وفي حالة بتاع التعود على ظروف البلد وعلى ظروف الملعب وعلى التفاعل الإيجابي بما يخدم مسيرة الهلال. وهذا الاختيار أيضا بيتوافق مع توجه الهلال فيما يبدو، لأنه اختيار الملعب للتنافس الأفريقي معناه إنه الهلال حيتمسك بقوة إنه يلعب في دوري خارجي، ومغره حيكون رواندا، يمشي جنب إلى جنب مع الدوري، ويكون المغر للملعب للمباريات الأفريقية. وهذا هو عمق التحدي اللي أنا كان شرط له، إنه إذا أصر الاتحاد العام على منع الأندية دي إنها تلعب خارجيا حيكون عندها موقف، وده الهلال هسه هو اللي حدد الموقف بتاعه إنه حيلعب دوري وإنه ما حيرفض التنافس الداخلي. واضح إنه الاتجاه حيكون بالرديف، إنه فريقين، الفريق الأساسي هو يلعب في الدوري الرواندي، الفريق الرديف هو يلعب في النخبة أو الدوري الممتاز. ونامل الاتحاد السوداني ينزل لرغبة الهلال والمريخ في هذا الموضوع، وما يدخل هذه الأندية في إشكاليات، لأنها دي الوسيلة الأمثل للتمثيل المشرف بالنسبة للهلال والمريخ كما أشرت مرارا وتكرارا. فيما يختص بالجمعية العمومية الهلالية، واضح أنه المجلس أكد تمسكه بالموعد المضروب لقيام الجمعية في موعدها، والإجراءات تمضي على قدم وساق في هذا الإطار. في المريخ طبعا الجهود المجلس مجتهد في التدعيم وتنقية العناصر وفق رؤى محددة، والموضوع ده ماشي بعد صبغة الثلاثة لاعبين. الأمر هنالك ماشي بنفس الموضوع، ولكن يعني كواقع مدرب الهلال ريكي جامب اللي يعني في المبتدأ ظهر موضوع مفاوضته مع الترجي وما مفاوضته وين الحقيقة وعدم الحقيقة. الآن نفس الموضوع يعني برزت هنالك بعض الأحاديث تتحدث عن إنه المدرب المريخ الصربي داركو هنالك اتصالات من شباب بلوزداد الجزائري للتعاقد معه، ورغم إنه نفى الموضوع. فهل برضو في الأيام القادمة حنشوف إنه حيتصرف داركو تصرف ريجي كامبو ويخط المريخ في الأمر الواقع؟ طبعا هو الموضوع يقول لك أنا والله العظيم لا أنا ملتزم وهسه شغال في برنامجي وخلافه وخلافه، ولكن طبعا الكاج بيقلل النقاش. لو حصلت له إغراءات برضه حيمشي. فأنا كل الخوف إنه طالما يعني هنالك مناوشات في الأمر بقى الموضوع ممكن في أي لحظة يتحول إلى حقيقة، وبالتالي ما أعرف على مجلس المريخ إنه حسم هذا الموضوع مبكرا، لأنه طالما ظهرت هناك رغبة. لأنه نفسي شباب بلوزداد ده كان قبل كده يعني
حاول يفاوض رودي كامب، ولكن في النهاية فضل الترجي. فهل دي وجهتهم؟ ربنا يسهل الأمور. موضوع رودي كامب، ونحن هسه هو قاعدين في القاهرة، مش رودي كامب، موضوع جان كلود هو حديث الهالة الإعلامية. هو كولوبالي خف الحديث عن كولوبالي، الآن كل الحديث عن جان كلود والعروض الجاية من ليبيا والعروض الجاية من الأهلي ومن بريمز وخلافه. ما أحب أؤكد ونحن هسه موجودين في القاهرة حتى الأمس إنه جان كلود خارج حسابات الأهلي القاهرة. أنا بقول الحقيقة دي لأنه كنت أكثر حرص ومتابعة لعديد البرامج المصرية اللي بتتكلم عن صفقات الأهلي. كل الحديث الآن عن 3 صفقات للأهلي، من ضمنها ما ذكر جان كلود. وقد يكون ده يعني حديث محبين أو متمنين إنه جان كلود يكون معهم، لكن ما داخل مؤسسة النادي الأهلي، واللي واضح إنها هي ما قدمت حتى اللحظة عرض محدد للهلال في الموضوع. حتى لو قدمت، أنا أفتكر إنه الهلال الآن أصبح فريق كبير في أفريقيا وعنده نظرته وعنده طموحاته، وما ممكن يدي منافس للترجي أو للأهلي أو لبريميز مهما كانت العروض المقدمة. وافتكر انه حتى لو كانت هنالك رغبات من الترجي او من الاهلي او من بريميز، افتكر انه الانديه الليبيه هي اعلى كعبا في السقوفات الدفع العالي لجان كلود. وبالتالي الهلال هنا نظرته نظره تنافس ونظره ند بالند. وعجبني جدا تصرفات الاخ العلاقي في ملف اللاعبين وملف التسويق، انه الان الهلال اصبح قبله للاعبين، والهلال هو مشروع كبير، وبالتالي ما حيقلل نفسه في انه يبيع عنصر من عناصره لفريق هو ينافسه. ويكفي الهلال فخرا انه هو بطل الانديه الافريقيه الموسم اللي فات صن داونز. الهلال كعبه كان الاعلى واخذ منه 4 نقاط وهو الحائز على البطوله. نقفل الملف الداخلي، ولكن اقفله بانه ابراهيم المدرب الكبير بعد فتره يعني تدريب خارجي في جنوب الحبيب جنوب السودان، الان هو عادي للبلد وهيكون مع احد انديه كريمه المنافسه في الممتاز. ده الملف الخارجي. طيب نمشي لكاس العالم، وهذا كاس العالم وبعد المباريات السابقات كلها مع فوارق الزمن والسهر والمتابعات وكده افتكر انه الان وصلت المرحله الخلاصه. ال 32 نادي يعني تاهلوا بما فيهم افضل التوالد. حتى التاهيل الاخير بالنسبه للنمسا والجزائر كان تاهل دراماتيكي جدا، نتيجه تعادل 3-3، والنتيجه دي اهلت الفريقين للتاهل لدور ال 32. والمباراه دي عامله ضجه كبيره جدا، هسه بيقولوا انها اتفاق وكبري بين الدولتين، وعامله شويه مشاكل لان تعادلهم الاثنين هو اطاح بايران مباشره من الوصول كافضل التوالد، وبالتالي تاهلت الجزائر في اللفه الحاسمه هي والنمسا مع بعض. دور ال 32 مباريات على نار. طبعا اليوم هي طبعا البدايه بتاع الدور ال 32، وكويس انه الناس هتشوف مباريات بعد ده من الساعه 9 ابدر شويه. مباراه يعني جنوب افريقيا وكندا، وطوال الناس عيونها حتكون على مباراه البرازيل واليابان، تليها مباراه المانيا وباراغواي، ثم تنافس رهيب جدا هولندا والمغرب من يكسب الرهان، ساحل العاج اللي عملت بريق وعطاء جيد امام النرويج، فرنسا امام السويد، المكسيك امام الاكوادور، انجلترا مع الكونغو الظاهره الافريقيه والعطاء والانتفاضه والاداء بروح، بلجيكا والسنغال، وكعب السنغال هنا أعلى، أمريكا والبوسنة، إسبانيا والنمسا، البرتغال وكرواتيا، سويسرا والجزائر، ثم مصر محط الأنظار أمام أستراليا،
وأخيرا الأرجنتين أمام الرأس الأخضر. أمام الرأس الأخضر ظاهرة، الجزيرة صغيرة عدد سكان 600 ألف نسمة، يعني تصل إلى هذه المرحلة. القضية ما إمكانيات ومساحات وعدد سكان، الموضوع إرادة وإصرار وحب شعار. والرأس الأخضر كانت هي شامة وعلامة، رغم إنه ما حققت أي انتصار. عملت 3 تعادلات، والثلاث تعادلات أهلت الرأس الأخضر. حاجة غريبة جدا في كأس العالم. طيب، هو خروج المهزوم لابد من وداع اعتبارا من اليوم للمهزوم، ومباريات متوقع فيها أزمان إضافية وركلات ترجيح للحسم. لابد من منتصر، وكل المدعى بالعيون والمتابعة لمحبي كرة القدم، ومتابعة طيبة شيقة للكل في مرحلة دور 30 خلاصة الخلاصة، ثم ننتقل إلى المرحلة 16 والثمانية. وعشان كده قلنا الإثارة كأس العالم يبدأ من اليوم. كلنا نتابع. سلام وعودة إن كان في العمر بقية.